ما في لعيبه كتير اعتذرت اه مثلا يعني. ما مين انا اللي اعتذر يا كوتش؟ طلبت الاخ المحترف في السعوديه، اه السردباك احمد بتاعنا حجازي. احمد حجازي، امم واعتذر. امم كلمته مرتين يعني انا بصفه شخصيه. اه كلمت عبد الله السعيد واعتذر. امم طلبت من محمود الونشي يشوف ناصر ماهر اه قبل عدم اختياره في المنتخب، امم وقال لي يا كابتن هكلمه وارد عليك بكره. امم ما ردش عليا، كان ساعتها الولد نفسيته تعبانه جدا عشان ما اختارش في المنتخب الاول، اه فكانت حالته صعبه جدا. قال لي يا كابتن الولد حالته صعبه جدا وحالته النفسيه امم صعبه جدا. امم والولد محترم، كلمني قبل ما اسافر قال لي انا بعتذر لك وما ناصر. تزعلش يا كابتن. امم محترم جدا ايوه الحقيقه يعني. ايوه. وانا اسف ان انا ما قدرتش اجي وبتاع وكده، وبتمنى لكم التوفيق وكده. الموضوع ده انا كنت عايز اتكلم فيه من فتره الصراحه. سيبك بقى من حلم طولان وفشل المنتخب والفشل هو فشل والكلام من ده. لكن هو طلب من احمد حجازي وعبد الله السعيد وناصر ماهر. بص يا جماعه، بس هم ما رضوش يروحوا يشاركوا مع المنتخب في كاس العرب. الناس دي ما ينفعش تلبس تيشيرت منتخب مصر تاني ايا كان. هم عايزين بس يلعبوا مع الفريق الاول يعني، بس يعني عشان خاطر الشو في بطولات كبيره. ايه يا احمد يا حجازي، انت بتلعب فين؟ انت بتلعب فريق مش عارف في النيول السعودي، لسه طالع من الدرجه الثانيه السنه اللي فاتت. فاهم؟ ناصر ماهر، ايه يا ناصر؟ تلعب فين؟ كنت فين؟ عبد الله السعيد، انت كويس ان حلمي طولان فكر فيك اصلا. انت 40، انت عبد الله، واقسم بالله في طبقه الزمالك. سيبك من اللي بيطبل يقول لك عبد الله سيدي عمل ايه، انا مش مقتنع. فكك من الهلس ده كله. اللعيبه دي المفروض ما تلبسش تيشيرت منتخب مصر تاني نهائي. يعني يكون عندنا دم بقى، يكون نهائي بجد يعني، مش كده.